ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واخيرا جبتها. كان في جيبه نفسي اشتريها، وكل ما اجي اشتريها يحصل حاجه وما اعرفش اشتريها، يا ما الاقيش اللون، يا ما الاقيش المقاس، يا انسى اشتريها، يا يعدي وقت. ما المهم كان بيحصل حاجه ان انا ما اشتريهاش، والحمد لله اشتريتها. جايه النهارده اقول لكم ايه، ان احنا هننسق مع بعض ونشوف هنلبسها ازاي واي طريقه هتبقى شكلها احسن. فلو عايزين ومهتمين تعرفوا انا هعمل بيها ايه وشكل الجيبه ايه، تابعوا معايا لاخر الفيديو. زي ما قلت لكم اول الفيديو ان انا كان في جيبه نفسي اشتريها، هي الجيبه دي، السكيرت دي. كان نفسي اشتريها وما كنتش بلاقي. مره ما الاقيش اللون، مره ما الاقيش الشكل، الاقي الزراير اللي هي من على الجنب. انا كنت عايزه اشتري الزراير اللي هي في النص، يعني كان بيحصل حاجه مهمه ما كنتش بلاقيها. فالنهارده جبتها وجايه انسق معاها ونشوف هنلبسها ازاي وباي شكل، وباي شكل هيبقى عليها احسن. فهلبسها مره على الغوامق، مره يعني مهم، يعني تعالوا نشوف مع بعض انا ممكن البسها ازاي. بس لو الفيديو عجبكم اوعدوني لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نشوف اول اوتفيت ممكن نلبسه ازاي. بصوا ده اول اوتفيت، بس انا يعني هلبس الشوز دي. استني هلبسه وارجع. بصوا بقى ده اول اوتفيت لبسته على القميص الابيض، الحزام اسود، الشوز اللي انا وريتها لكم، وحاجه عامله زي التوت باك، شنطه كانت عندي يعني عامله زي التوت باك كده، وفيها حاجات كده معدن. وهلبس النضاره بالشكل ده. ايه رايكم؟ حبيتوا معايا ولا ايه؟ اروح البس الاوتفيت رقم 2 وارجع. بصوا بنتي عماله تقول لي لا يا مامي كده البسي كده على التوت باج عامل زي الباد جيرل. انا مش عارفه ايه اللي هي بتقوله، بس انا قلت اوريكم كده برضو نفس الكلام على التيشيرت الاسود. هو بادي على فكره مش تيشيرت. بس كده هروح البس لكم اللي انا كنت هلبسه وارجع. بصوا بقى ده لبست عليه كده حاجه واسعه من فوق، مش عارفه اسمها ايه، مش مجمعه الاسامي، فانتوا لو عارفين اسمها قولوا لي. كده ولبست الكلاتش الاسود ده، ومش هيبقى اسود في اسود، فلبست النضاره اللي فيها احمر من الجنب كده. وغيرت الشوز عامله زي السيفتي كده برباط من قدام، يا رب تكون باينه. وده تاني اوتفيت. ايه رايكم؟ حبيتوا ولا؟ ما انتوا اللي هتقولوا لي في الاخر حبيتوا اي اوتفيت على الجيبه كان شكله ظابط عليا على الاقل. ايه رايكم؟ اروح البس التالت وارجع. يلوي. شوفوا ده كده. آه مخطط ابيض في اسود، وحطيت عليه البتاع ده من فوق باللون الاسود. وده ينفع خريفي. كل اللي انا لبستهم دول على فكره ينفعوا خريف، لان انا خلاص بطلت يعني اعمل فيديوهات للصيف. خلاص بقى زهقت ومليت، عملت كتير على تيك توك. فهنا هنبتدي بقى في الخريفي مع بعض. ايه رايكم؟ برضو الشوز هنا على اللي هي زي السيفتي كده. ايه رايكم؟ طبعا فيكي تغيري الشنطه، تغيري الطرحه، تغيري ربطه الطرحه، تغيري النضاره، تغيري الاوتفيت كله زي ما يعجبك. بس انا يعني بنشوف افكار مع بعض، وانتوا في الاخر هتقولوا لي اي حاجه كانت ظابطه اكتر من التانيه. استنوني بقى، استنوا ويلا بينا. ايه رايكم؟ كوتشي ابيض والتيشيرت ابيض من تحت، وهحط عليه كذا حاجه دلوقتي هتغير من شكله اكتر من مره. هنا ده باللون البينك. ايه رايكم؟ هو قصير، ما كنتش بستخدمه في اي حاجه لانه كان قصير زياده عن اللازم. فلما جبت السكيرت دي حسيت ان انا ممكن اوظفه كده يعني. قولوا لي رايكم ايه؟ حلو ولا ايه؟ ورجعيه كده ورا عادي كده عشان يطول سنه من بس كده. ايه رايكم؟ نروح نشوف التاني ونرجع. بصوا بقى اللون الموف عليه. ايه رايكم ان انا البسه كده؟ وممكن كده بصوا الشنطه دي. ايه رايكم؟ ممكن البسها كده، بس انا كده حاسه ممكن يكون تقليدي. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ نرجعه ورا شويه، نسيب اول زرار صح كده، وكده وكده، ونرجعه كده ورا.
مش عارفه اظبطه لان انا مش قدامي مرايه، انا بظبط هنا في الكاميرا، فانتوا طبعا ممكن تظبطوه احسن مني. ممكن تلبسوه كده وممكن تلبسوه مفتوح زي ما انتوا عايزين. اروح اشوف الوركه. ويزال التيشيرت الابيض والكوتشي الابيض سيد الموقف، ولبست ده باللون المستردة زي ما انتوا شايفين، والشنطه كده باللون المستردة برضو. عايزين تخلوا الشنطه باللون الابيض، توت باج زي ما انتوا عايزين، يعني زي ايه قفل زي ما تحبوا. ايه رايكم؟ ممكن كان في شنطه تانية بس انا مش حاضراني دلوقتي. ممكن تبقى كده مثلا ممكن تبقى كده. ايه رايكم؟ والكوتشي الابيض زي ما قلت لكم، ونضاره، ولو عايزين تحطوا بيلت ابيض حطوا. بس انا طبعا مش سايفني الموقف ان انا اقعد ادور على كل حاجه بقى، ما انا مش بالراحه عليا. ايه رايكم؟ طبعا انا ما كنتوش عشان لو باين ان هو مكسر، فانا ما كنتوش لان انا عندي حاجات كتير عايزه اظبطها على الجيبه، فسامحوني يعني لو لقيتوا حاجه مكسره ما تقولوش ايه ده دي مكسره، دي مش هين عليه تكويها، لا هين، بس الفكره ان الدنيا واسعه حواليا. تمام، استنوا هلبس وارجع. حاولت ادور على الحزام الابيض صدقوني والله ما لقيتوش، ما مش عارفه. المهم البتاع الزيتي ده عامل زي ايه بلورو ولا مش عارفه بيسموه ايه. المهم كان عندي وبرده ما كنتش بلبسه علشان قصير قوي. لو كان على بنطلون تحسي ان هو قد البتاع قد كده، فما كنتش حابه شكله، بس مش حابه ستايله على البنطلون. فطبعا زي ما انتم شايفين ظبطته على الجيبه مع الشنطه الزيتي دي، مع النضاره البني والكوتشي والابيض برده من تحت كده، التيشيرت الابيض والكوتشي الابيض زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ طبعا لو في هنا بيلت ابيض كان هيبقى عظمه، بس صدقوني والله ما لاقياه. البس وارجع لكم. بصوا ده لونه بينك كده بسوست طبعا من قدام، عايزه تلبسيه كده مفتوح اوكي. وبرده ما كنتش بلبسه علشان برده قصير، بس عاجبني شكله بحبه، ولكن ما لبستوش يعني ما افتكرش ان انا لبسته مره تقريبا. ممكن البسه كده، وممكن طبعا اظبط له كده، اقفل السوسته ويبقى اظبطه كده، وممكن كده من قدام يبقى زي ما انتم شايفين. ايه رايكم؟ ممكن افتح له كده شويه. الدنيا برضو على الكوتشي الابيض، واي شنطه بقى، ممكن موف، ممكن روز، ممكن دي، ممكن دي، ممكن دي، ممكن دي، ايا كان يعني. رجعوه كده على ورا، وممكن ندخله كده من جوه او ما ندخلوش، ما هو كده على البتاع، ونرجعه كده نفتح سنه كده ونرجعه. وكده كده احنا لابسين التيشيرت الابيض من تحت، فمفيش حد حباه. ايه رايكم؟ ننزله شويه، ما احنا برضو ايه مش هنبين بطننا يعني. شايفين؟ معلش يا جماعه انا بظبط نفسي في الكاميرا بتاعه التليفون، فما حدش يقول لي ده مش مظبوط ومش، انا عارفه حركات الستات دي، اصبروا عليا شويه. فبظبط في المرايه بتاعه التليفون، مرايه التليفون في كاميرا التليفون، فاهمين قصدي ايه؟ ايه رايكم؟ انا حبيت قوي ده، مش عارفه حاساه كاجوال قوي كده. هظبط وارجع لكم. بصوا ده، ايه رايكم؟ حبيت ده برضه على كوتشي ابيض هنا بتاع 7 كده، وفي اسمه مش عارفه اسمه جاكار ابلاكار، مش فاكره اسمه الحقيقه، انا ما يهمنيش المسميات، انا يهمني الشكل. فتنيته كده وبقى قصير، دخليه بقى من جوه ظبطيه زي ما انت عايزه. وعليه الكارديجان الابيض ده، هو مش لونه ابيض، هو لونه اوف وايت. ايه رايكم؟ ايه رايكم ولا ايه؟ والكوتشي الابيض، وممكن برضو بدل ما البس عليه كوتشي ابيض البس عليه هاف بوت لونه، استنوا بص لبست الهاف بوت. ايه رايكم؟ مش عارفه واضحه ولا لا، والصوت واضح ولا لا، علشان في ناس قرروا ان هم يعملوا فرح وفون فون فون، انا مش عارفه ايه الموضوع. ولكن انا لازم كل ما اصور لازم يا دبانه يا صوت حد بينادي يا بتاع روبابيكيا بينادي يا فرح بيطلع. المهم الحمد لله زي ما انتم شايفين كده.
على احنا كنا بنقول ايه اصلا؟ على الهاف بوت اللي هي لونها ايه؟ انا هشيل الحته دي اصلا. بصوا بقى، ده باللون الايه الكافيه كده، على الهاف بوت اللي باللون الكافيه برضو، وشنطه كده، والنضاره بتكون باللون البني، او ممكن نضاره تانية. استنوا كده، النضاره طبعا معرفش مين بوظها، بس تمام النضاره دي. مهم مش النضاره، مش عارفه مين اكل عليها، ابني هتلاقيه. بس كده. عندي اكتر واكتر واكتر، بس الفكره ان الفرح مطول، وواضح ان الموتوسيكلات بره بدات تشتغل وكده، فالفيديو هيبوظ فهيتحرق دمي. فبس طالما وصلتوا لحد هنا، اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره تشوفوني، وتفعيل رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبحبكم قد الدنيا.